تخيلي تكتشفي ان بقى عندك مقاومه من حقن البوتوكس، يعني بحقنه وما بيدينيش ريزلت، رغم ان انا زمان كنت بحقنه وبيديني ريزلت سريعه جدا. هقولك 3 تريكات لو عملتيهم مستحيل يجيلك مقاومه البوتوكس حتى لو فضلتي تحقنيه طول عمرك زي حالاتي كده. اول حاجه واكتر حاجه بتعمل مقاومه للبوتوكس هو الريتاتش. ما تعمليش ريتاتش بوتوكس خاصة في الفترة من 15 يوم لحد 90 يوم من الحقنة الأولى. الريتاتش يا جماعة مش أول ما أشوف خط باقي رفيع يكاد يكون محدش شايفه غيرك أجري على العيادة وأحقن ريتاتش. الريتاتش معناه السبب الأساسي اللي بيكون لي أنتي بوديز وأجسام مضادة في جسمك تقاوم حقن البوتوكس في المرة اللي بعدها. تاني تركة، هتختاري دكتورك صح، لان لو حقنتي كميات كبيره زياده عن الجرعه الطبيعيه هتعمل لك سايد افكت وممكن تعمل توزس، وكمان هي دي هتبقى سبب للمقاومه في المره اللي بعدها. ولو حقنا كميات قليله عن الدوز الطبيعيه هيروح البوتوكس منك بسرعه وهتضطري تحقني قبل المده المظبوطه. تالت تركه وهي من الحاجات اللي انا بفضلها جدا، حاولي دايما تحقني مرممات ومحفزات البشره، عشان دي هتساعد كواليتي جلدك تبقى عاليه وبالتالي التجعيده تبقى مش موجوده، وما اضطرش ان انا كل شويه اجري عشان احقن البوتوكس. بالعكس في كل مره هحتاج دوز اقل وهلاقي دايما النتيجه مبهره. طيب الناس اللي على طول بتحقن بوتوكس ودايما ومن زمان بتحقنه، هل هيحصل لها مقاومة أو التجاعيد هتزيد وجلدها هيرهل؟ الإجابة بتاعت السؤال ده هكتبها لكم في الكابشن. ما تنسيش تبعتي الفيديو ده لكل أصحابك اللي بتحبيهم واللي انتي عارفة ان هم بيجروا يعملوا ريتاتش كتير.